لأننا بنهتم بآراء الطلبة اللي هم أصلا العيلة بتاعتنا، عيلة بيت العلم المصري. جمعنا لكم آراء الطلبة في كورس الأودو الأخير. مساء الخير يا دكتور ومساء الخير يا شباب. طبعا أنا يعني كنت مستمتعة جدا بمحاضرة حضرتك دكتور محمد النهاردة، وزعلانة إن هي تكون آخر محاضرة للباتش ده. وبرضه في نفس الوقت يعني مبسوطة إن هما بدأوا الرحلة معانا، وإن شاء الله ما تكونش آخر تدريب، يعني ياخدوه معانا ويكملوا معانا بإذن الله بقية الرحلة بتاعة المحاسبة. حابين النهاردة نعكس الآية، نخليكم انتوا اللي تتكلموا واحنا اللي نسمعكم. حابين نسمع آرائكم أكتر، رأيكم في الأكاديمية بشكل عام، بالأخص الإداري المسؤول أستاذ سوزان. بشكل عام التدريب طلعتوا باستفادة قد إيه؟ حابين نسمعكم أكتر. الانتقادات، لو في انتقاد، لو في حاجة حابين نغيرها أو نطورها، كل ده يعني حابين نسمعه منكم النهاردة. مين حابب يبتدي معانا؟ والله هو فعلا احنا عاجزين عن الشكر، والله فعلا فعلا قدمتوا لنا محتوى جيد مع مستر محمد. دكتور محمد طبعا حد محترم جدا، عنده مادة علمية قوية جدا. إذا كان نسبة معرفتنا بالأودو في خلال الكورس ده 30%، لا زادت بنسبة 90% على الأقل. والله ما تكونش 100% كمان، لا ده ممكن تزيد عن 100%، بس احنا نقول 90% يعني. فجزاكم الله كل خير والله، وشكرا خالص على اللي قدمتوا لينا والله. العفو طبعا، شكرا لحضرتك. انا مشترك معاكم اكتر في اكتر من كورس. يعني اشتركت في سي ام اي مع الدكتور محمد، واشتركت الان في اودو. خلاص يعني الحمد لله. وفعلا انتوا يعني شركه فعلا من الشركات المحترمه القليله يعني. انا متابعكم معاكم تقريبا من سنه 2020. كنت اخدت كورس مع الدكتور احمد، بس ما كملتش معايا عن ظروف ما. دكتور احمد عبد القادر. ما شاء الله عليكم يعني، فربنا يبارك لكم وجزاكم الله كل خير. ربنا يبارك في حضرتك. إن شاء الله هنستمر معاكم. بإذن لو الله. فيه كورس إضافي للأودو يا ريت، يعني تكملة للكورس اللي احنا خدناه. والاف ام اي اي ابعتوا لنا تفاصيل الاشتراك، وان شاء الله نعمل بإذن الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله كل تعالى. خير. طبعا هذا أول دورة لي معاكم، وما شاء الله صراحة إن شاء الله احنا يعني نكمل معكم المسير. كل الشكر لكم والشكر للدكتور محمد. بس زي ما انت مش واخده بالك مين معانا في الروم. طبعا دكتور وليد. دكتور عيد يا شباب، رئيس مجلس الاداره يا شباب، اي حد هيشتكي له مني هيخصم لي، فخلي بالك. ايه الاخبار يا شباب؟ اخبار دكتور محمد ايه؟ استاذ سوزان، انتوا عارفين ان المديرين بيحبوا الخصم، فانا دايما باجي في المحاضره الاخيره دي بستنى اي كومنت سواء على الاداري او على على المحاضر عشان اخصم له، وخصوصا دكتور محمد زكريا يعني لان بعزيه. والله يا استاذ وليد المفروض تطلع لهم بونص مش خصم. لا حرام، ما يا يستاهلوش، ما يستاهلوش يا دكتور. بونص يا ريس. ما يستاهلوش ايه؟ ما آه. يستاهلوش خصم ما ولا ما بونص؟ لا لا خصم، ما بونص، يستاهلوش. محتاج بونص. طيب. لا بالعكس، أعطيهم بونص لو قدرت، لا. للإداريين دكتور والدكاترة اللي عندنا. تمام دكتور جدا. وليد دكتور وليد احنا بنشكركم جدا والله، وبنشكر استاذ سوزان طبعا، كانت متابعة جيدة لينا والله طول فترة الكورس. وعليكم السلام السلام ورحمه الله عليكم. وبركاته. استاذه ندى اللي هي اللي هتنصفني بقى، قولي لي بقى. ما شاء الله ما شاء الله، والله ما في كلام. كورس مميز بيستفيدنا الكثير إن شاء الله، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير. مطلعين معكم إن شاء الله لكورسات أكتر. لينوفو فتح المايك، اتفضل. الله يجزيك الخير. والله بصراحة أنا مستمتع جدا. وبالرغم ان انا يمكن اكبر واحد في الدارسين، عمري 69 سنة. ربنا يديك لذلك الصحه. انا عايزكم تميزوا كبار السن. تمام. وانا معاكم الى ما شاء الله. انا من النوع اللي على طول بحب يعني نشط في الكورسات. اي ميزه حضرتك تحتاجها انا معاك فيها. الله يبارك لك يا تمام رب. تمام، أضيفني أنا كمان ذاتي من كبار السن. أنا معاهم. ربنا الاف يديكم ام اي الصحه اي يا ان رب. شاء الله انا هشترك معاكم فيها. الذكاء الاصطناعي، انا ابني في هندسة اللي هي حاسبات ومعلومات في 6 اكتوبر. نصحني قال لي يا ابي ادرس الاي اي، فهدرس داخل الاي في اي كل شيء. معاكم، وادرس الاف ام اي اي، واي كورسات تانية ان شاء الله انا استمر معكم فيها. وجزاك الله شرف لينا، خير. شرف الله لينا يبارك والله. فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك في حضرتك. جزاك السلام الله. عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شكرا جزيلا على مجهودكم، شاكر لكم جدا. دكتور، عندي بس ملاحظة، يا ريت يعني الكورسات ما تتحذف من السيستم بعد أو من المجموعة بعد ما يخلص الكورس، عشان بنرجع لكثير من المحاضرات فاتتنا عشان العمل وكده. فيا ريت إنها تكون موجودة عندنا. بس كده عينينا ليك ازاي. شكرا جزيلا. موجودة ان شاء الله وهتستمر موجودة بإذن الله. شكرا جزيلا، ربنا يتقبل إن شاء الله عمل. استاذ احمد ممدوح اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامعني كده يا دكتور وليد؟ اه تمام زي الفل. انا مش هضيف حاجات كتير، يعني انا عايز اقول لكم ان انا بحبكم في الله والله. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. المعهد والدكاترة والإداريين والزملاء اللي كانوا معانا في الكورس كانوا منورينا، وفعلا الواحد يعني مش زعلان، بس هو احنا هنكمل إن شاء الله في اللي جاي بإذن الله معاكم. بس الواحد يعني كان زعلان إن الكورس خلص بسرعة. الله يبارك في حضرتك يا استاذ احمد، احنا برضه ربنا مستمرين مع بعض يعني، مش معنى إن شاء الكورس الله خلص بإذن الله هتلاقوني بدبس دايما في لكم دكتور محمد زكريا في حاجات كتيرة يعني. ده منورنا أصلا والله. الله يبارك في حضرتك يا استاذ احمد. ده أخ كبير وأستاذ فاضل، وإحنا اتعلمنا منه كتير، وربنا يوفقه للخير يا رب. الشباب يمكن انا ما دخلت لكمش غير اول محاضرة تقريبا، ولكن يعني حرفيا انتم من افضل المجموعات او احب المجموعات لقلبي. في مجموعات كتيرة جدا بتعدي على المركز الواحد ما بينساهاش. احنا في بيت العلم المصري بنحاول نعمل حاجة صح، بنحاول ان احنا ننشر العلم بشكل اللي يخلي المتدرب اللي جاي يطلع فعلا هو مستفاد، يطلع فعلا قادر ان هو يطبق ده في سوق العمل بشكل صحيح. بنحاول الكمال لله وحده، أكيد ممكن يكون كان عندنا أخطاء أو حاجة. بنحاول من خلال فريق الإدارة اللي مختارينه بعناية جدا لإدارة العملية التعليمية، من خلال المحاضرين الخبرة بشكل كبير جدا زي ما شفت دكتور محمد زكريا. ويمكن في الأودو ما شفتوش خبرات محمد زكريا، دكتور محمد زكريا بشكل أكبر. هتشوفها كتير جدا جدا في الاف ام دبل اي. ليه الاف ام دبل اي هتلاقوا فيها معلومات كتيره جدا اكتر من الاودو، فهتلاقوا فيه حديث كتير جدا جدا جدا، هتحسوا ان هو ملامس الواقع العملي او ملامس الحياه المهنيه اللي احنا عايشين فيها بشكل مستمر. الاف ام دبل اي انا هبلغ دكتوره هبه هتنزل لحضراتكم التفاصيل وطرق الحجز الخاصه بالتدريب. الله والله يا يبارك في شباب، حضرتك. يمكن مستر ربيب بيفرح بفكرة إن حد بيخش أكتر من كورس مش عشان العائد المادي. يمكن دايما العائد المادي ده، ويمكن أنا ومستر ربيب عارفين إن ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، بس هو الفرحة أكبر بتبقى إيه؟ لو بيحس إن هو بيدير صح، أو بيحس إن هو المكان ماشي مظبوط. ليه في ناس دايما تلاقي خد الكورس في المكان، بعد ما ياخد كورس في المكان يحاسبن على المكان ويكتب على النت وتاخده فيه وبتاع. يمكن فعلا الفرحة بتاعتنا الحقيقية ان حد بياخد معانا كورس تاني مش عشان العائد المادي، ولكن بنبقى فرحانين بيه اكتر من الناس اللي بتيجي عن طريق مثلا اعلان ممول تاني، او حد لسه جاي جديد. لان احنا بنحس ان انا بحس ان انا عملت شغل كويس معاه بصراحة، ببقى مبسوط. ومستر رليف بيحس ان هو برضو اداريا نجح. فهو ده النجاح بالنسبة لنا الحقيقي. ربنا يا رب ييسر لكم جميعا الحال، ورب كده دايما نسمع عنكم كل خير، سواء الناس اللي هتكمل اف ام دبل اي، سواء اللي هتكمل كورسات تانية، سواء اللي هياخد بريك شوية. شكرا لوجودكم معانا، وشكرا لكلامكم الجميل ده اللي احنا هو ده الدافع بالنسبة لنا ان احنا نكمل. هو ده اللي منجح الأكاديمية، هو ده اللي منجح بيت العلم المصري، ناجح بإداريينه، بمدير الإدارة، برئيس مجلس الإدارة، بالناس اللي بتدرس فيه بصراحة. ناس ذوق كلها وعلى خلق. أتمنى نكون وفينا بوعودنا اللي إحنا قلناها في البرزنتيشن، وأتمنى نكون ما قصرناش في حق حد فيكم، وأتمنى تكونوا راضيين عن أدائنا خلال فترة التدريب. ومش عايز أطول عليكم أكتر من كده، ولو مستر ريد حابب يضيف حاجة اتفضل يا باشا. دكتور بجد ربنا بتعمل يكرمك مجهود يا رب. جبار، مش بتشتغل على انك محاضر وبترمي المحاضرة وبتقول الكلمتين اللي عندك في المحاضرة وبتقفل. دايما متابعتك مع متدربينك من افضل واهم ما يميزك، طبعا ده غير الاكسبيرينس الكبيرة اللي موجودة عندك. احنا يمكن مش اول جروب، احنا شغالين بقالنا سنين طويلة. حرفيا بفرح جدا لما متدرب يطلع من عندنا ويقول الله يبارك له المركز ده فادني،
الله يبارك له، المحاضر ده قدم لي المعلومة وما بخلش عن المعلومة. أنا بشكرك جدا لأنك أساس النجاح في أكاديمية بيت العلم المصري، وبتمنى لك كل التوفيق يا مستر. شكرا ليك يا مستر رئيس، شكرا لكم يا جماعة يا شباب. شكرا لحضراتكم يا شباب، ونلقاكم على خير إن شاء الله فيما هو قادم، وكل سنة وحضراتكم طيبين.